قال رحمه الله تعالى: ذكر نسبه صلى الله عليه وسلم. وهذا أول ما يبدأ به في كتب السيرة، سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أول ما يبدأ بذكر نسب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذي هو أشرف نسب. وسيأتي عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الدليل على ذلك. فبدأ أولا في ذكر لنسب النبي عليه الصلاة والسلام بذكر بعض أسمائه عليه الصلاة والسلام. فذكر من أسمائه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة. هذه كلها أسماء له عليه الصلاة والسلام. ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن أسماءه عليه الصلاة والسلام ليست أعلاما محضة، ليست دالة على معاني، وإنما هي أسماء وأوصاف. أسماؤه عليه الصلاة والسلام أسماء وأوصاف، أسماء تدل على شخصه عليه الصلاة والسلام، وأوصاف تدل على معاني قائمة به صلوات الله وسلامه عليه. والإمام ابن القيم رحمه الله تعالى عقد فصلا عظيم النفع في كتابه زاد المعاد في شرح أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام. فصل من أنفع ما يكون في شرح أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم. فذكر جملة من أسمائه صلى الله عليه وسلم الثابتة بالأخبار الصحيحة، وشرحها شرحا بديعا نافعا وافيا. فيحسن بطالب العلم في هذا المقام، مقام معرفة أسمائه عليه الصلاة والسلام، أن يطالع الفصل الذي عقده ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في المجلد الأول منه، في أوائل المجلد الأول، عند ذكر نسب النبي عليه الصلاة والسلام، وشرح فيه أسماء النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن كثير رحمه الله: هو سيد ولد آدم. والسيادة تعني التقدم، السيادة تعني التقدم. فسيد ولد آدم أي المقدم على بني آدم في فضله ومكانته وعبوديته لله سبحانه وتعالى، وكماله في أخلاقه وآدابه. فهو سيد ولد آدم أي إمامهم ومقدمهم وخيرهم وأفضلهم صلوات الله وسلامه عليه. وسيأتي أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى ذكر الدليل على ذلك من سنته صلوات الله وسلامه عليه. قال أبو القاسم، وهذه كنيته صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر جملة من أسمائه. قال محمد وأحمد والماحي، وشرحه قال الذي يمحى به الكفر، والحاشر أيضا وشرحه قال الذي يحشر الناس، والعاقب أيضا وشرحه بقوله الذي ليس بعده نبي، والمقفي وقد شرحه ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد قال الذي قفى من قبله من الرسل فكان خاتمهم وآخرهم صلوات الله وسلامه عليه. ونبي الرحمة أي الذي بعثه الله سبحانه وتعالى رحمة للعالمين. ونبي التوبة الذي بعثه الله عز وجل هاديا إلى الله عز وجل وقائدا للناس
للتوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ونبي الملحمة، والملحمة القتال لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه سبحانه وتعالى. وكما أسلفت في هذا المقام، مقام الأسماء وشرحها وبيان معانيها، يحسن بطالب العلم الرجوع إلى كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الذي ذكره المصنف رحمه الله من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام دلت عليه أحاديث، منها ما جاء في الصحيحين من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه مرفوعا، قال عليه الصلاة والسلام: إن لي أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وفي لفظ عاقبي، وأنا العاقب. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه بأسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. نعم.